صباح السعادة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين بقى كيكة البرتقال الطرية الهشة دي. مقاديرها سهلة وبسيطة وتحفة، وشايفين العلو بتاعها ما شاء الله. تعالوا اقول لكم على المقادير سهلة جدا. انا جبت 3 بيضات، كله هنعملها في الخلاط. 3 بيضات هننزل بيهم. وهننزل بعد كده بصوا، انا جايبة بشر برتقان، بشرة البرتقان قبل ما اعصره يعني. هنزل بالفانيليا ومعلقة خل صغيرة، عشان مش عاوزين فيها اي زفارة خالص. اهي بمعلقة خل صغيرة. هضرب البيض، وهنزل دلوقتي كوباية سكر. عاوزين بقى تكتروا براحتكم، ده اختياري. وهنزل بقى بكوباية الا ربع من الزيت، اي زيت بس ما يكونش ليه ريحة، مش ريحة مش حلوة. وهنزل بقى ببشر برتقانة. بشر برتقان ده تحفة جدا يا جماعة. بعد ما ضربتهم اهو في الخلاط، شايفين قوام تحسوا بيض كده شوية. هنزل بقى بكوباية عصير برتقان. طبعا لما تيجوا تبشروا البرتقان يا جماعة، تبشروا القشرة الصفرا البره بس، لكن اللي جوه دي البيضة هتخليه ممرر. خلي بالكم انتوا بتبشروه. دي معلقتين نشا كبار على كوبايتين ونص من الدقيق، وذرة ملح وبيكنج باودر. هنعمل المكونات الجافة بقى مع بعض. هنقلبهم ونديهم نصفيهم بالمصفى، عشان ما فيش اي حاجة كده تكون في الدقيق ولا في النشا ولا اي حاجة. ما تبوظش الكيكة معاكم ونطلعها كده فيها كتل ولا حاجة. تعرفين كمان لو عملتوه كذا مرة، لو غربلتوا الدقيق كذا مرة، بيخلي الكيكة هشة خالص معاكم. هنبتدي بقى ننزل بالمكونات السايلة شوية بشوية، ونقلب نقلب كده كويس يعني، شوية بشوية، عشان ايه ما يكتلش معاكم الدقيق والمكونات السائلة، عشان كله يضرب كده كويس. هنبتدي نضرب بقى، ونخلي بالكم عشان الدقيق وكده، وخلي بالكم ما فيش اي دي ما يكونش اللي هو ايه عمل في المكونات السائلة دي. صينية بصوا دهنتها زيت وعفرتها بالدقيق. هبتدي بقى انزل بالخليط كله، وبعد كده هنديها خبطتين 23 خبطة كده. وندخلها الفرن ساخنة على قبليها يعني بربع ساعة كده. نحطها على الرف الوسطاني، تاخد بالظبط ساعة الا. وبعد كده تختبريها، لو طلعت في نظيفة وما فيهاش اي حاجة كده خلاص. كده خلاص يعني، ما تدخلهاش تاني الفرن. وهي قطعتها وكانت تحفة جدا يا جماعة. جربوها وسهلة وبسيطة، واشتركوا في القناة بقى وفعلوا زر الجرس. شايفين بقى الهشاشة ولما ضربتوا البيض مع السكر في الأول، هيطلع معاكم الخليط أبيض خالص، وده هينفع معاكم في الكيكة. هيطلع معاكم الكيكة قوامها بصوا، شايفين تحفة جدا. يا رب تشتركوا في القناة. يا ريت الفيديوهات بتاعتي بتعجبكم، وتشتركوا في القناة عندي، وتفعلوا زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلكم من كل جديد. كمان هوريكم ازاي انا وباكلها. تحفة جدا يا جماعة، وطعمها وريحتها كلها برتقان. لا فيها لبن ولا اي حاجة. وزي ما قلت لكم الزيت يكون نظيف، مش لازم حتى لو زيت تموين، بس اهم حاجة ما يكونش فيه ريحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.